السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة طبخة مع عزيزة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بالجميع. باقي في إطار التحضيرات ديال حلويات العيد. اليوم إن شاء الله ندير معكم واحد البليغات اللي كيجيو بالعجينة ديال التمر وكاوكاو. هنا عندي نص كيلو ديال العجينة ديال التمر اللي درت عليه واحد الشاشية ديال الزهر، مع 2 كيسان ديال الكاوكاو اللي مقلي ومطحون عبر العنبة، نص معلقة صغيرة ديال القرفة، وواحد القبيصة ديال الملحة. غادي نعجن هذاك الكاوكاو مع العجينة ديال التمر، ومن بعد غادا نبدا نجمع فيه بشويه بالمزهر. المزهر ما نقولش لكم انا شحال غنديرو حتى تجمع لينا، ما تبقاش كتفرتت، بحال نقولوا شي 4 المعالق هكا كبار ديال المزهر، هو اللي غادي يجمع لينا هاد العجينه. انا صافي راه جمعتها، غادي نخليها ترتاح. هنا بعد ما ارتاحت غادي نقسمها على 4 ديال الكويرات، وغادي نديرهم على شكل بودين. هنايا عندي بياض بيضه، غندير فيه واحد 2 معالق ديال المزهر باش يحيد لنا ديك الزفوريه تاع البيض، وغادي ندهن به هاد البودانات ديال التمر. هنا عندي جنجلة الابيض، غادي نحربل فيه دوك البودانات. انا بعد ما حربلتهم في الجنجلان غادي نبدا نقطع بالموس. كنتمنى يبان لكم الشكل واضح، بحال تنقطعوهم شويه هكا مايلين. انا كنخدمها بشويه باش يبان لكم الشكل كيفاش. باش كنديروا ديك البليغه، هنايا عندي اللوز اللي مفسخ ومقلي. عندي هاد الفانيد هذا كيبقى اختياري، بغيتو ديروه ديروه، مبغيتوش ديروه ما ديروش. هاد البليغات هادو كيجيو حتى في الشكل زوينين، حتى في المذاق حتى هما كيجيو رائعين. عيش جربوهم ما غاديش تندموا عليهم. نقنتو على داك الفيم اللي هذا القدام، هو اصلا كيكون مقنت. كنحاولوا نقنتو واحد شويه، وكنديروا بحال غادي نخشيو صبعنا باش كنديروا ديك الخويه. انا غادي هنا بعد ما كملتهم كلهم استفتهم في الطاوه. الفران راني كنت شاعله يسخن، غير غادي ندخلهم عليه، غادي نشف لينا داك البيض ونخرجوهم. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى لكم شهيه طيبه وعيد مبارك سعيد.